شوية احترام. لو طلعت جثة محمد ايش حتحكي لها؟ ايش؟ جثتي انا؟ واستنى على موضوع جثتي. لحظة شوي. على موضوع جثتي، انا بدي اقسم قسم بالله العظيم الان، ساقسم قسم اقسم بالله لايف، والله ما بيعرفوا الشباب. انا اقسم بالله لو مت اللي عبد الله يعيط علي. اللي عبد الله يعيط عليك؟ راح يعيط علي. عبد الله هل ستعيط على محمد لو بكى؟ لو مات عفوا؟ على حسب الموتة يعني، لو طق عمره 90 وما خلاص يعني لا الان لو مات فجأة الان في شبابي لو انا خلاص مت الان رسميا. لا حعيط طبعا. حتعيط يا عمري؟ بوس بسرعة محمد عدنان. ايش النظرة هاي؟ ايه لو طلع عظمك الدنيا صارت اهدى. اخوك شو صار فيه؟ بالله حق لي اخوك شو صار فيه؟ شو صار فيه اخوك؟ شو صار فيه؟ وين اخذته الحياة؟ لا ايش بقول لك؟ ميسي عطى مبخوت انفولو. تخيل العظم اسمع جمجمه. هل تعلم يا عبد الله، على فكرة اسف ما تحطوا شعار نتفليكس يا اخوان، هل تعلم يا عبد الله انه العناق بين شخصين لمدة تزيد عن 20 ثانية ينتج افرازات كيماوية من جسمك بتخليك توثق بالشخص اللي انت عانقته؟ حتى لو كان كذاب مثلا؟ عناق 20 ثانية، حتى الكذاب الجسم بينخدع الجسم وبدا يفرز. شكلك انخدعت كثير. لا طبعا في ناس علاقتهم كثير، اصدقائي لي شباب وهيك. خلينا نجرب يلا نجرب. يلا 1 2 3 4 5. محمد قوي صراحه، في 6 ثواني وثقت فيه. بس تعرف عبد الله انه هيك نثق في بعضنا طبعا من دون هذه التجربه يعني. سافرنا مع بعضنا ورحنا واجينا مع بعضنا يعني. ما عنقتك ولا مره وثقت فيك. طبعا بس تخيل في ناس لو عنقتك شنو بدش معك الشراكه؟ تعشقني ورب الكعبه، انا خرافي في العناق ورب الكعبه. فصلت لك يا عبد الله معلومات جميله غير عاديه. تقول الأخبار أنه في تضارب رهيب في مستقبل كريم ابن الذمة يا إخوان، ولكن هذا التضارب مش موجود عندي، لأنه اليوم راح أقدم القصة الكاملة لكريم بنزيما ومصدر خاص في برشلونة كشف أشياء ما انكشفت من قبل. الساعات القليلة القادمة ستكشف كل شيء فيما يخص هذول اللاعبين، ولكن راح أستبق الأحداث في حلقة اليوم يا إخوان. وراح نتكلم عن بونو. إيش بونو؟ شو قصة هذا الحارس؟ وإيش بيلي والدوري الأوروبي؟ لا كثير أشياء. سوق الانتقالات اللي بخوف المرعب اللي عم بيصير معنا حاليا في صيف حارق مشتعل. حلقة اليوم يا إخوان لا تفوتكم، اليوم الجمعة راح تستمتعوا.